في ناس تعمل معاهم الحلو زي ما بتعمل الوحش، تقدم لهم خير أو شر ما بيفرقش في رد فعلهم، كده كده هيحسسوك بالتقصير، وكل ما تقرب منهم تلاقي روحك بتقسى غصب عنك. العجيب بقى إنهم بيستغربوا قوي لما اللي قدامهم يبطل يقدم لهم أي شيء كويس، كأنهم متوقعين اللي بيتعاملوا معاه ده هيفضل يقدم مجهود مهدر كده على الفاضي، ويزرع خيره في أرض بور ما بتطرحش غير الأسوأ. مش بيقولوا إن في ناس البعد عنهم غنيمة؟ أهو الصنف ده منهم. كل ما تبعد عنهم كل ما بالك هيرتاح، وتلاقي روحك بتقرب للنسخة الأجمل منك، لأن ببساطة مفيش حد كده كده هيتحاسب. مين هيحاسب على إهدار العمر والصحة والنفسية اللي ضاعت على ناس أبدعت في قسوتهم علينا؟ مين هيحاسب على تحويشة القلب اللي اتصرفت على ناس غدارين وناكرين لخيرنا ومحبتنا؟ مين هيحاسب على الفوضى والوجع اللي تراكم بحجم الجبال جوه روحنا اللي اتشققت من كتر كتمان الشكوى؟ مين هيحاسب على السنين والأيام والشهور اللي قضيناها انتظار وكلنا أمل إنه يتحسب تضحيتنا وإحنا بنفني وبنبني في قصور أوهام عشانهم؟ مين هيحاسب على التشويه النفسي والوجداني اللي اتحفر في ذكرياتنا وفي أفكارنا سواء اللي راحت أو اللي جاية؟ مين هيحاسب على الحاجات الحلوة اللي عملناها عشان قلوب جحدة وجامدة وقاسية ما قدرتش إخلاصنا وصدقنا؟ مين هيعوضنا عن كم الآلام اللي عششت فينا وكم الأمال اللي هدموها بإيديهم؟ مين هيعوضنا عن الخسارات الفاتحة في حقنا ولا حتى خسارة نفسنا؟ مين هيحاسب؟ ده سؤال بياكل في قلب وعقل كل إنسان اتظلم في قصة قصفت عمره حرفيا. دمتم بخير.